مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلوها بالعناوين. الرئيس الصومالي يزور مصوع وضواحيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. الشرطة تدعو لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة. إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي ومخاوف أوروبية من أزمة في الأفق. 19 قتيلا على الأقل في إطلاق نار عشوائي بجنوب إفريقيا. تظاهرات رفضا للعلاقات مع صندوق النقد الدولي في الأرجنتين. السلام عليكم ورحمة الله. زار رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود في اليوم الثالث من زيارته للبلاد اليوم 11 من يوليو. زار برفقة الرئيس ياسف أورقي مدينة مصوع وضواحيها. والتقى الرئيس حسن شيخ محمود متدربي الجيش الوطني الصومالي الذين يتلقون التدريب البحري، وتفقد العرض العسكري الذي قدموه بالقوارب السريعة. وقال الرئيس حسن شيخ محمود في الكلمة التي ألقاها على المتدربين: أنتم نسل القوة البحرية التي كانت قوية في فترة من الفترات وتتواجد حاليا في إعادة البناء، معربا عن ثقته الكبيرة فيهم. كما زار الرئيس الصومالي ميناء ومطار مصوع. من ناحية ثانية، أقام الرئيس ياسف أورقي مساء أمس 10 من يوليو مأدبة عشاء على شرف رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود. حضر مأدبة العشاء التي نظمت في قاعة هجر كبار المسؤولين في الحكومة الإريترية والمسؤولين الصوماليين القادمين مع الرئيس حسن شيخ محمود. وقدمت فرقة سبريت الفنية عرضا فنيا في المأدبة. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وصل البلاد في 9 من يوليو في زيارة تستغرق 4 أيام. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين من آخرية ودنبسنبل وبارنتو بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9827، شفي منهم 9700 وتوفي 103، فيما يتلقى 24 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من يوليو 2022. دعت الشرطة المرافق الخدمية لتعزيز دورها في مكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة المركز الأول في أسمر الرقيب بيان الرسوم في السمينار الذي عقده في 8 من يوليو لأكثر من 150 من أصحاب المرافق الخدمية إن العلاقة والتعاون القوي بين الشرطة والشعب له دور كبير في مكافحة الجريمة. وحث المرافق الخدمية لاحترام القانون والتقيد به والمساهمة في تقديم المجرمين أمام القانون وإحلال السلم والأمن في محيطهم. وقال إن القضايا التي رفعت إلى مركز الشرطة الأول في الأشهر ال6 الأولى من عام 2022 بلغت 966 قضية، 804 منها مخالفات و56 تتعلق بتقديم شيكات من دون رصيد. وحذر المرافق الخدمية وخاصة حانات بيع الكحول عدم مزاولة الأنشطة الممنوعة قانونا واستضافة القصر وتطبيق تعليمات وزارة الصحة بشأن التدخين. وأشار المشاركون بالمعلومات المقدمة في السمينار مطالبين القيام بالتوعية بشأن تعليمات وزارة الصحة التي تمنع التدخين في المرافق الخدمية. تلقت أسر الشهداء في مديريتي هيكوتا وفورتساوا دعما عينيا وماليا. وقدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية هيكوتا عربات الكارو ل107 من الأسر، بينما قدم عمال القطاع العام في مدينة فورتساوا 47 ألف نقفة لأسر الشهداء.
وأوضح ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية هيكوتا إن الدعم سيسهم في تحسين الحياة المعيشية للأسر المحتاجة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تباشر روسيا عمليات صيانة على أكبر خط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا، ما سيسفر عن توقف لإمداد الغاز إلى ألمانيا لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا. وكانت روسيا في الشهر الماضي قد خفضت تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، معللة ذلك بالتأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنرجي الألمانية في كندا. وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أرغمت الحكومات الأوروبية على اتخاذ تدابير طارئة برفع الفواتير. ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلا إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر، وأن لا أحد يختلق أي إصلاحات. أعلنت شرطة جنوب إفريقيا مقتل 19 شخصا على الأقل في حادثتي إطلاق نار داخل حانتين، حيث فتح مهاجمون النار عشوائيا. وقتل 15 شخصا في سويتو قرب جوهانسبيرغ عندما فتح مهاجم النار على الحشد الذي كان يستمتع بوقته، بينما أطلق رجلان النار بشكل عشوائي على زبائن جالسين في حانة أخرى في بيترمارسبورغ شرق، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى. وقالت مصادر في الشرطة إن الهجومين نفذا بالطريقة نفسها، لكن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك. وقالت كوبيهيكا قائدة مركز شرطة أورلاندو في سويتو حيث وقعت المأساة أن الشرطة لم توقف أي شخص وفتحت تحقيقا في الحادثة. وتأتي هذه المأساة بعد مرور عام على أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. شهدت العاصمة الأرجنتينية احتجاجات تطالب بفك ارتباطات الحكومة بصندوق النقد الدولي ورفضا لسياسات الحكومة المالية. ودعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى الوحدة في الوقت الذي وصلت فيه مسيرة المحتجين إلى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة بيونس آيرس، منتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم. ويواجه الرئيس الذي ينتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم. وتواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخما يتجاوز معدله 60% وضغوطا ضخمة على عملة البيزو وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل. وأبرمت الأرجنتين اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في العام 2018. وينحي كثيرون باللوم على صندوق النقد الدولي في تشديد السياسات الاقتصادية. أظهرت بيانات حكومية مبدئية أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها 5 أضعاف مساحة مدينة نيويورك. وذكرت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية أنه تم منذ يناير إلى يونيو إزالة 3988 كيلومترا مربعا في المنطقة.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6% عن نفس الأشهر من العام الماضي، وعلى مستوى خلال تلك الفترة منذ أن بدأت الوكالة في تجميع السلسلة الحالية من بيانات إزالة الغابات في منتصف عام 2015. وتحتوي الأمازون أكبر غابة مطيرة في العالم على كميات كبيرة من الكربون، والتي يتم إطلاقها مع تدمير الأشجار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتغير المناخ. ختاما أيها السيدات والسادة لنشرة الأخبار تذكير بالعناوين. الرئيس الصومالي يزور مصوع وضواحيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الشرطة تدعو لتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة. إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي ومخاوف أوروبية من أزمة في الأفق. 19 قتيلا على الأقل في إطلاق نار عشوائي بجنوب إفريقيا. وتظاهرات رفضا للعلاقات مع صندوق النقد الدولي في الأرجنتين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.